وقولك بأن سيئاتهم مغمورة بحسناتهم فهذا كلام عاطل باطل، بل فاسد كاسد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، ويضرب به عرض الحائط. ودل عليه قول الله تبارك وتعالى أن تحبط أعمالكم برفع الصوت، ومعلوم أن رفع الصوت خطيئة واحدة، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد توعدهم بإحباط كل أعمالهم من سبق وهجرة وجهاد وإنفاق وبذل وتضحية. توعدهم بإحباط كل الأعمال بمجرد فعل معصية واحدة ألا وهي رفع الصوت. وكذلك توعدهم بالعذاب بتوليهم يوم الزحف، ومعلوم أن التولي يوم الزحف كبيرة واحدة وليست كبائر، ومع ذلك توعدهم الله بغضبه وعذابه. ولم يقل بأن حسناتهم تغمر سيئاتهم، لم يقل الله بأن الحسنات التي فعلوها ستغمر سيئاتهم أبدا، فعلم بذلك أن هذه فكرة مبتدعة. ولذلك أنت ترى لما تقع المعرفة بين أتباع طائفة واحدة ويعرفون الأصول التي صاروا عليها، إن خالفهم منهم مخالف أنكروا عليه خلافه ووسعه العذر منهم، عذروه رغم أنهم يقولون أخطأ في هذه المسألة، يخطئونه في مسألة عقائدية ثم يعذرونه بماذا؟ يعذرونه بأمور منها أن له حسنات، يخطأ ثم يقال له حسنات، حسناته يعني تأتي على زلته. الأمر الثاني أن أصوله التي قام عليها أصول صحيحة لكنه أخطأ في التأويل أو أخطأ في، وهكذا يعذرونه. لماذا؟ لأن أساس التعارف موجودا، وبما أن أساس التعارف موجود يأتي الخير. وأما أنتم فإنكم ترون أن الجميع في الولاية، وأنهم جميعا من أهل الرضا والسعادة، وهذا ما لا سلف لكم فيه. وأتحداك كما قلت أن تثبت له أصلا من كتاب أو سنة أو من وأما احتجاجك بالحسنات ويذهبن السيئات فهذه آية متشابهة اختلف فيها أهل التفسير، لو راجعت كتبهم لعلمت أن تأويلهم لها مختلف، فلا يمكن الجزم بأنها تأتي على الكبائر والصغائر جميعا. فالحمد لله رب العالمين الذي أفلج حجة أهل الحق وأزهق شبه أهل الباطل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.